السلام عليكم بنات. اليوم راح افصل التلبيسة اللي يعني طلبوها من عندي. قطعة مترين طبقتها واخذت من عندها 4 اشبار عرض التلبيسة. بقت عندي هذه القماشة راح اخذ من عندها الصدر والظهر، السبعة مالتها المثلث. اطبق القماشة يعني مالت الظهر ومالت الصدر طبقتين لأن مبطنة. اخذ شبرين واقصها، بس خل اكمل هاي القماشة. هاي البنات هسه هذا الشبر وبعدنا شوية ناقصة، خل افتح لها. هذه التلبيسة يعني حلوة ونازكة ومرتبة. انا قبل كم يوم نزلت التلبيسة الرصاصي او طلبا الفصال. هذه طول الصدر والظهر يعني المثلث مالتها شبر وشف. طلبا خطية البنات الفصال، واني هسه يعني جتني هاي التلبيسة قلت خل افصلها اشوفهم اياها. هذه مطبق طبقتها مرتين على مود تتبطن تصير ثخينة، يعني تلبيسة ثخينة ما تصير شرقة واحدة قماشة. وهذه راح اطبقها هذا الطول شبر وشف، يعني شف مفتوح، والعرض مالتها شبرين. هذه بنات طبقتها وراح احفر. هسه هذا الطول قلنا عليه، هذا الطول شبر وشف. راح اخذ تقريب فتر العرض مالته من جوا من يم الكمر، اقص الباقي اصعد بيه اللي فوق حتى تصير بشكل المثلث. نطلع بيه اللي فوق. هذه بنات تشوفوا وصلت اللي فوق، نهيت القماشة. هذه من فوق وهذه من جوا. الفوق تبقى عريضة لأن المتون، والجو ضيقة على مود الخصر. هسه اخذ من المتن تقريب اصبع، هذا الاصبع انه نحفر السبعة مالت الصدر. فصالها حلو وبسيط، ويعني هي تلبيسة صورة عامة مرتبة يعني حلوة، بس اهم شي بنات تركزون بالخياط. هسه هذه فتحة الرقبة ننزل بيها اللي جوا. هذه اللي جوا. اني من طبعي يعني ما اقيس بالفيتة، كله بالشبر. هذا الطول اللي اخذناه من عنده تقريب فتر طول حفرة الصدر اسمه شبر يعني المثلث بالصدر. هسه راح افتحهن، راح افصل الورا والقدام وحدهن، لان القدام سبعتها اكبر من الظهر. هذه هي هيك تقريبا، هاي فصالها. راح ناخذ لها شوية بالخياط منا، وبعدين همين منا تصير يعني متساوية حلوة، تصير مثلث. هذه بنات راح هسه اقص القدام. هي تقريبا تبقى نفس الشيء من فوق، بس اريد اعمق لها للصدر من جوا حتى تميز الورا عن القدام. يعني الصدر لازم يصير اطول. هذه بنات شوفوا شلون اخذت لها، هذه يعني تقريبا طولت عنها صبعين اخذت عن الظهر.
همين بالخياط ناخذ لها هيج. انتوا لا تقيدون بالفصال، الخياط هو اللي يرتب. هسه بنات كملنا، راح اقص الكمر من القماشة اللي بقت عندي، اقيسنها. انتوا اذا هاي اخذوا قياس يعني البت اللي تجيب لكم الزبونة بالفيتة بكيفكم، على يعني تجيب لكم قياس إلها، عندها تلبيسة او عندها يعني فستان مخصر، اخذوه عادي، انا هيك استعمل. واذا تدون بالفيتة بعد بكيفكم. انا يعني هسه هذه على نظر عيني، بس اشوف انها اعرف قياسها. هذه بنات الكمر، يعني هذا الشكل المبدئي يعني تقريبا. هذه نخليه. بس اشوفكم اياه يعني شكلها يعني النهائي هيك، يعني هيك تصير. هذه بناتك بس خيطها يعني تبقى تقريبا هالشكل. بقت عندي هذه القطعة، اخذ من عندها حزام، واخذ من عندها قيطان للظهر، يعني هيك مجرد شريط. ان شاء الله هسه على الماكينة راح نشوف. هذه بنات جبتها يعني اخيط القطعة، يعني كل وحدة وحدها، اسدها من الجهتين، من الصدر ومنا من الصفحة. هسه راح نشوفها منها. يعني صحيح هو الشرح راح يطول، بس والله بنات خطية طلبانها من عندي، واني هسه يعني صار عندي مجال وقدرت اصورها. وبعدها مطلبنا فصال القميص، هم ان شاء الله باكر عقبه انزل فيديو بفصال القميص. هسه هذه 7. هذه 7 مالتها، ناخذ لها شوية يعني نطقها بالمقص شوية على مود ما تتلفلف، وراح نسدها من هاي الجهة ونسدها من الجهة الثانية. بس مثل ما قلت لكم بنات، بالخياط يترتب الشغل. يعني أنا هيك يعني نظريتي هالشكل، يعني أنا أفصل يعني عادي كبير وأصغره بالخياط. هذه بنات هسه راح أقلبها ويطلع شكلها إن شاء الله. هذا شوف شلون شكلها، سديتها من هاي الجهة وسديتها من هاي الجهة. راح أسوي الثانية، القطعة مالت الظهر. هاي بعد ما كملتهن بنات وكويتهن، يعني ضربتهن اوتي، راح اخلي سويت القيطان مالت الظهر. انا هسه كملتها، يعني القيطان هذا ما راح اخليه هيجي يعني يطلع شكله نشاز مو حلو، لا راح افتح له شوية. هاي من هاي الجهة هيك مجرد شوية على قد الشريط اللي انا مسويته، وادخله من جوا. ادخل القيطان. هاي شوف بنات، قلبت القماشة على مود ادخل القيطان واسدلها من جديد يعني.
شوفوا طلعته منه وراح اسدنها بهيج خياط، يعني يطلع مرتب الخياط، يعني شلون عبالك جاهز. هذه سديتها بنات. الجهة الثانية نفس الشي، هم افتح لها شوية فتحة واسدنها. شوفوا شلون تطلع، هذه حلوة ومرتب وما تطلع بيها اي خياطات. الجهة الثانية قلت لكم نفس الشي، راح افتح لها واخيطها. همين قلبت القماشة وادخل القيطان من هنا وطلعنا اللي جوا بالقماشة. هسه بنات خليت المتن ويا المتن. هسه راح شوفوا شلون هاي خيطتها، وراح اوريكم الجهة الثانية شلون دخلتهم. هاي على مود اسد المتن من فوق، ما يصير اخيط اللي فوق يطلع نشاز شكله، لا تطلع بشكل جاهزة. اقلب القماشة قلاب. هسه هذه راح اوريكم اياها شلون يعني يطلع شكلها، وبعدين اوريكم شلون سويتها. هذا شكلها شوفوا بنات، يعني من هاي الجهة ومن الجهة الجوا نفس الشيء. باعوا من الجهتين مخفي الخياط، مخفي. شلون سويتها يعني هذه؟ انا اقولكم شلون. هذه عندي ادخل ايدي من جوا من بطن يعني القماشة، واسحب هاي الجهة الثانية، وراح اقلب القماشة عليها. راح اعيدها لكم. هسه اعيدها بنات. ادخل ايدي واسحب القماشة من هنا ادخلها. شوفوا شلون اسحب السحاب واقلب القماش. هالشكل. ما ادري يعني تصوير واضح ام لا. هيك بنات بهالشكل راح اسدها واقلبها. هذه قلبناها. شوف شلون صارت الجهتين مرتبة وشكل حلو. هاي باع شلون من هاي الجهة ومن هاي الجهة. يعني هذا الشرح للي يريد يعني تلبيسه يعني بشكل جاهزة مرتبة وناسكة وحلوة، ما عليها اي تعيوب. هسه راح اسوي الكسرات مال البدن، التنورة يعني تنورة الصدرية. اسوي كسراتها ونخلي الكمر ان شاء الله ونلبسها. اني مسوية بنص القماشة، يمو 4 شبار، يعني شبرين من هاي الجهة وشبرين من هاي الجهة، وخليت لي نيشان إله. ابدي من النص. هذا باع شلون هذا النيشان. ابدي من النص، اسوي كسرة هاي وكسرة مقابلها حتى اعرف قياسي ايش قد. هذه بنات شوف شلون. هسه اطلع بيهن يعني اكملها هاي الجهة وارجع للجهة الثانية حتى اعرف ايش كم كسرة اني خليت. هسه هذه بديت بالجهة الثانية. هي صح يعني خياطها شوية متعب، بس تطلع يعني شكلها حلو ومرتب ونازك، فاتعبوا على الشي اللي تخيطوه. هلا اشكل الابرة.
الخيط انقطع. شوف شلون كسرات بنات، منا والمقابل نفس الشيء. هذه بعد ما كملت راح اسوي الجهة الثانية واوريكم اياها شلون كملناها. هسه بنات راح اسدها من جهة واحدة، مو طبقتها انا كسرات اسدها من جهة واحدة، الجهة الثانية نخلي بها السحاب اعوفها ما اسدها، جهة واحدة على مود اخلي الكمر. هذه خلص الجهة افتحها من جوا شوية، هاي بنات شوفوا كملناها. راح اجي اخلي الكمر اليوم الشبكة كلش ضعيفة، ما ادري عاد شلون راح الفيديو يطلع. هسه شكلت الكاميرا بنات، وتعذروني اذا الصوت او التصوير، انا صورت الساعة ب3 بالليل يعني منتجد، والشبكة كلش تعبانة والله كلش. هذه بنات هسه انا اشكل الكمر، وبعدين راح اخلي الصدر مالت التلبيسة، يعني هسه هي مفصولة تقريبا، تنورة واحد والصدر واحد، بس مجرد يلزمهن خياط ما بيهش يعني حلوة. هذا الكمر شوف شلون الكسرات منا ومنا متقابلات، يعني هذه من هاي الجهة سديتها، من الجهة الثانية لا عفتها للسحاب، وهم على مود اشتغل اخلي الصدر مالتها. هذه بنات هسه راح اخلي الصدر همين اقيس من النص واثبت على مود تطلع قياس مضبوط، واثبت القماشة اليلق مالت التلبيسة. هسه كملتها من ديك الجهة، راح اجي للجهة الثانية، هو نفس يعني مالت القدام مالت الصدر، بس انا ابدي بيها شغلي ابدي من النص حتى يطلع مضبوط يعني. هذه بنات هسه كملتها ان شاء الله، وراح نشكل مالت الظهر. انا قلت لكم الجهة الثانية ما سادتها على مود اقدر اثبتني عليها، هاي باعي شلون. هذه خليتها شكل حلو مرتب، بعد بس اضربها اوتي تطلع حلوة كلش حلوة. هي مال بنية يعني مو شابة، لا يعني بالاول متوسط، يعني مو مثل الرصاصية ذيك اللي نزلتها قبل كم يوم، ذيك مال الاعدادية مال بنية بالسادس اعدادي، هذه لا بنية بعدي بالاول متوسط. هسه بنات راح اخلي الورق يعني وسط الظهر. والله هذا الفيديو صار كم يوم اريد انزله ما اقدر، يعني النت كلش ضعيف كلش يعني.
هاي حبايبي كملناها، وراح اني اسدها من جهة، اخلي مكان للسحاب. هاي شوفوا شلون صارت. ذيك الجهة انا ما سادتها، هاي الجهة راح اسد، اخلي مكان للسحاب، والباقي اسده. هذه بنات شوفوا، يعني هاي قبل لا اضربها اوتي شكلها هالشكل، لون ضربة اوتي وكملتوها تطلع حلوة. هذه خليت مكان السحاب، وراح اسد الجهة الثانية. السحاب تصير بالجانب، يعني مو بالظهر او لا، بالجانب تصير. هسه بعد ما كملت راح ابدل الرجل، اني اخلي مال الرجل مال سحاب، لان هذه ما تخيط. هذه السحاب بنات قصت اللي بقى، وراح ابدل الرجل. يعني بنات اشتروا انتو، اذا اللي عندها ماكينة صناعي اشتروا، اكو هواية يبيعون رجل مال تسوي الكسرات كشكش يعني، ورجل مال سحاب، ورجل مال كفة. هسه هذه انا اخذتها يسرى ويمنى السحاب. اكو يعني مرات كريستالات يجن على جهة اليمنى على جهة اليسرى، فانا هاي تفيدني. جبت جهتين، اليسرى واليمنى. اتمنى المعلومة هاي تفيدكم بنات. وهسه راح ابدي اشكل السحاب. شوية تركيز يراد لها، لان هاي السحاب مو منتج، هاي حلوة يعني سحاب مال الفساتين، يراد لها ترتيب حتى تطلع مرتبة. يعني هاي الرجل اللي قاعد انا اشتريهن مال السحاب مالها ما يجن على الماكينة العادية مال الفراشة، بس على الصناعي، على ماكينات يعني انواع ثانية اكو الهن رجلين، وهمين اكو رجلين مال اوفر ومال شي ما يجن على الصناعي. يعني كل ماكينة والها شغلاتها. هذه بنات السحاب كملت الجهة، باعوا شلون صارت. شوف شلون على الطرف تخبط صارت. راح اكمل الجهة الثانية. هذه راح اخليها ان شاء الله، واكمل التلبيسة واوريكم اياها من تكمل. هذه بنات شوفوا. هسه ان شاء الله راح نشوف التلبيسة. هاي التلبيسة، هذا حزام سويت لها وحلقات خليت لي حزام. قلت لكم هي البنية مو يعني كبيرة، لا. هذه التلبيسة اني من خلتها على الملكانة ما ساد السحاب. شوف شلون السحاب مرتب، هذا كله بفضل رب العالمين. وهاي الرجل مالت الماكينة اني ما ساد السحاب كلش، لان ما تجي على الملكانة، البنية صغيرة، خليتها شوية مفتوح السحاب، بس مجرد على مود تشوفونها. هاي شوف السحاب شلون انا ما سادتها، بس على مود اعرضها على الملكانة.